لما اشوف حد بيعصي ربنا ولا بيعمل حاجة حرام ولا حاجة، ما تبقيش قاسية، ما تبقيش قاسية. انا دايما اقول ايه؟ سبحانك يا رب العالمين، كذلك كنت انا في عصر الجاهلية اللي انا كنت فيه، ما انا كنت في حتة تانية خالص، ما انا كنت زيهم، والحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا. ده اللي نقوله يا مسلمين، مش نقعد ونخلي القعدة كلها والتهريج كله والبونبونية اللي قاعدة لنا في وسط الشلة اللي قاعدة بتتريق وبتضحكنا. أصل تعالي دي مسخرة، ما بسيبش حد إلا ما تجيب لنا أخباره كله بتاعت الأسبوع ده. دي بقى بالذات ما تخرجاش معاكي. اللي جايبالك أخبار الناس كلها بتاعت الأسبوع كله ما تخرجهاش معاكي، لان شويه هتجيب اخبارك ايه، شويه انت نفسك هتبقي زيها وتجيبي اخبار الناس كلها زيها. لان الصاحب ايه؟ ساحب. ده احنا بنعلم الكلام ده للاطفال. ما انا لما افضل طول النهار شلتي كلها قاعدين طول النهار بيتكلموا على بعض، طول النهار بينموا على الناس، بيجيبوا في سيره الناس، بيقولوا اللي حصل على الناس، مفيش ذكر خالص وكله لهو 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 لهو، وكله مزاح 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 وتريقة على الناس والكلام ده كله، بقى فيه ايه في قلبي؟ قسوة. اجي بعد كل ده اخش الحمام واتوضى والبس الاسدال واقف واقول الله اكبر. سبحانك يا رب العالمين، اللهم لك الحمد والشكر. هنجيب الخشوع بقى والايمان ازاي وانا واقفه على سجاده الصلاه وقتها؟ هجيبه ازاي لما اقف كده فجأة على سجادة الصلاة بعد اللهو وقاعدة زي دي وكلها مزاح وتريقة مثلا، وارجع اتوضى وكمان حتى ما حسيتش؟ عارفين المصيبة فين؟ ان احنا حتى ما بنحسش بالذنب. يعني احنا مش مثلا خرجنا واتفسحنا واتكلمنا واتلهينا وما ذكرناش ربنا واتريقنا على خلق الله وراجعين بنتوضى ونبدأ نصلي من غير حتى ما نقول ايه؟ استغفر الله العظيم واتوب اليك يا رب عن الذنوب اللي انا ممكن حتى اكون عملتها النهارده. عشان كده في الاذكار الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا كمان نقول ايه؟ انه اللهم اغفر لي لاي ذنب انا بعمله بجهل او بعلم، بجهل او بعلم. ما احنا كلنا كنا، لكن ان انا يكون مصدر الضحك على خلق ربنا وان انا بتريق على خلق الله، لا، ده بيعمل قسوة في قلبك. فتيجي بعد كده لما حد يتريق على بنتك هتحسي انه ايه؟ عادي بقى، ما كله بيتريق يعني، معلش يعني. وتلاقي ام تانية، انت ازاي قبلتي انه حد يتكلم على بنتك بالطريقة دي؟ ايه الفرق بينك وبين الام التانية؟ هل هي عارفة تربي وانت مش عارفة تربي؟ هل هي بتحب ولادها اكتر ما انا بحب ولادي؟ لا. امال ايه؟ القسوة، التربية. انا من جوايا ما احبش حد يغلط في ابويا، في امي، في اخواتي، في اي حد. ده لو حتى حد عامل حاجة حرام، عشان الحمد لله رب العالمين الواحد مؤمن بقلبه يقول لها احنا مالنا؟ اي بس ما هي بتهجر بالمعصية، ما هي اصلا رقاصة، ما هي اصلا بتشرب سجاير قدام كل الناس، ما هي حاطه صورتها على الانستجرام بتشرب خمره. اقول لها ايه؟ انتي مالك؟ ما تتكلميش عليها. انتي ضامنه ان انتي هتعيش حياتك كلها بدون ما تقعي فجأة في الفتنه دي؟ لكن لما اشوف بقى حد كده، بدل ما اتريق عليه واعمله النكته بتاعت القعده بتاعتي ونقعد ننم عليه، ندعيله بظهر الغيب. انا ما شفتش حد اتريق على حد غيره بقى مكانه على طول. هو ده شيء طبيعي، ده شيء طبيعي. عارفه ليه؟ اكبر اجابه ليكي